بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده باذن الله جايب لكم فيديو مهم جدا بعنوان ارحموا الشباب، ارحموا الناس اللي نازله تاكل عيش، ارحموا الناس اللي هي نازله تاكل لقمه حلال، مش كل واحد معاه قرشين افتكر ان هو اشترى الناس دي كلها والناس دي كلها عنده عبيد. اسمع كده. بكلم حضرتك، عايز بس ابعت لك مشكلتي. انا شغال في طلبات، شاب زي بقيه الشباب بنحاول نجري ورا الدنيا يعني. الله يعيننا كده والله. بتواجه كل اللي شغالين في طلبات عامه، شغلنا بيطلب مننا ان احنا نطلع الاوردر، ودي حاجه عادي يعني، احنا واخدين على الشغل يعني حاجه ما تعبش حد في حاجه. بس المشكله اللي قابلتني انا من حوالي اسبوع، رحت اوردر، فبعد ما وصلت اللوكيشن لقيت اللوكيشن غلط، يعني ما فيش المبنى دوت، مش موجود في الشارع. فاتصلت بالعميله لقيتها بتقول لي لا ده انا في مكان تاني وتعالى لي المكان كذا ابعت لك لوكيشن. فبعتت لي اللوكيشن ورحت لقيت اللوكيشن جنبيها بشارعين ثلاثه، فرحت عادي. رحت العماره وطلعت، فرنيت الجرس اكتر من مره، فضلت بتاع 5 دقائق برن الجرس بس محدش بيرد، يعني عمال استنى وارن الجرس واستنى ارن الجرس محدش بيرد. فرحت متصل بالعميل، اتصلت لقيتها ردت عليا بتقول لي، بقول لها حضرتك انا برن الجرس، بتقول لي ايوه انا ايوه استنى طلع لك وما ترنش الجرس تاني. تمام، هي يعني شابه، مش ست كبيره مثلا استحمل لها، ولا حد كبير يعني في السن اللي هو عادي ما فيش مشكله، لا هي شابه يعني برضو 25 23 سنه في الحدود دي. فيعني بتتكلم بطريقه يعني بجد، احنا بنقابل ناس في شغلانتنا دي والله العظيم سبحان الله ربنا مصبر الناس اللي شغاله في طلبات او في اي شركه توصيل عامه. بنقابل ناس والله يعني ما بيعرفوش يتعاملوا مع بني ادمين، او مش عارف بقى شايفين ان احنا اقل ولا حاجه زي كده، مش عارف بصراحه. المهم لقيتها بتقول لي ما ترنش الجرس تاني، وبرده ايه فضلت بتاع ربع ساعه على ما فتحت الباب اصلا تاخد الاوردر. فبرضه انا خايف على المكنه، انا بتكلم اللي هو انا سايب مكانتي تحت. المكنه ديت طبعا يعني مكن بقى بيتسرق دلوقتي في العالم بقى بالنهار وبالليل، ويعني شباب كتير قوي ربنا يعوضهم مكانهم المكن بتاعهم اتسرق. فانا برضو خايف على المكنه، فبقول لها حضرتك كده كتير يعني، ربع ساعه مستنيه حضرتك على الباب كتير. لقيتها بتقول لي ما ايه يعني ما تستنى، ما تقف. هو يعني وقفت مين يعني، ما تقف ما تستنى. فالطريقه والاسلوب يعني اسلوب حاجه مش عارف بصراحه اوصفه بايه. ليه استنى؟ طب ما انا عادي استنى، بس برضو استنى برضو في مكنه تحت وبتاع، تقوم ايه يعني وانا مالي بالمكنه. فالطريقه بتاعتها مش ما كانتش احسن حاجه. فخلاص يعني لو انا دخلت معاها في جدال اللي هو هنشد مع بعض وممكن الموضوع يكبر او المشكله تكبر، فساعتها انا اللي مش هتصدق، يعني مشكلتي انا مش هتتصدق. يعني انا لو قلت اي حاجه انا مش هتصدق، هي طبعا اللي هتتصدق في البرنامج بقى، او اي حد او اي حاجه عامه، اكيد انا اللي هطلع كداب في الاخر. فالمهم قلت لها خلاص هتفضلي حضرتك الاوردر، راحت واخده مني الاوردر بطريقه اللي هو مش عارف يعني، بتعامل واحد كانه حرامي، مؤاخذه في الكلمه. يعني راحت واخده الاوردر ودتني الفلوس كده بطريقه برده مش عارف. الطريقه ديت يعني الحمد لله ان الواحد ربنا قدره صبر وما اتكلمش وما عملش مشكله. راحت رازعه الباب في وشي طبعا. ف يعني ما رضيتش اتكلم بصراحه ونزلت ومشيت، بس فضلت طول اليوم والله شغال. يعني ربنا يعني بقيت شغال والله اللي هو انا مش عارف يعني، ولا سايق ودماغي في طول اليوم في المشكله دي اللي هو في الموقف ده. الواحد يعني مش وحش عشان خاطر يتعرض لموقف زي ده. هي طبعا يعني انا برضه انا بتكلم في الانتظار، انت ليه تقعدي مثلا ربع ساعه على ما تاخدي مني الاوردر؟ طب ما انت كنت ممكن مثلا يعني حتى لو مؤاخذه بتلبسي ولا حاجه زي كده، برضه الموضوع بيبقى اسرع من كده. وبرضه بتكلم في حاجه ثانيه، انا ربنا قدرني وصبرت وما اتكلمتش وما عملتش مشكله. ممكن شاب غيري او اي حد غيري ما يستحملش او ما يشد او يعمل معاه مشكله، ساعتها الشاب دوت يعني ممكن يحصل معاه حاجه ثانيه، يعني ممكن يحصل معاه مشكله، ممكن يبقى في مشكله بسبب انسانه بجد يعني ما بتعرفش تتعامل مع بني ادمين. معلش بقى لو طولت عليك، بس يعني هو الموضوع مضايق الواحد، ويعني الواحد بيتكلم في ناس كبيره برضه شغاله في الشغلانه ديت، واكيد برضه بيحصل معاهم نفس المشاكل دي. بس وشكرا. زي ما سمعنا مشكله الراجل ده شغال في طلبات، ففي ناس كده معاها قرشين بيطلب حاجات، فاكر نفسه بالقرشين او بالطلب اللي هو طلبه ده استعبد الناس. انتوا ايه؟ ليه الناس دي عبيد عندكم؟ الناس دي نازله تاكل عيش حلال. الناس بتاعت السكوتر وبتاعت الطلبات وبتاعت توصيل الطلبات دي كل يوم بيموت منهم الافات في الشارع. الناس دي لو عاوزه تمشي غلط او عاوزه تعمل حاجه غلط كانوا عملوا حاجات كتير قوي غلط وما تعبوش ما طلعش عينيهم في الشارع وما ماتوش يعني الناس دي نازله تاكل لقمه عيش حلال. فيا ريت الناس تخلي عند اهلها دم ويعاملوا الناس دي كويس. الناس دي يعني في الشمس والحر والبرد والمطره والكلام ده كله ونازلين شغالين. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام الناس دي ولاد ناس نازلين ياكلوا لقمه عيش حلال. فيا ريت نعملهم كويس. انت ما لقيتش حد يخدمك الخدمه دي، هتنزل بنفسك تشتري الحاجه وتروح تجيبها من المحل او من مكانها. فربنا بعت لك الناس دي يدوك خدمه، فيا ريت تاخد الخدمه بكل ادب واحترام. الراجل كل ذنبه ان هو خايف على الموتوسيكل بتاعه او المكنه بتاعته وهو سايبها في الشارع خايف عليها تتسرق. هي دي اللي بتاكله عيش. نقدر الناس زيت الناس، نقدر الناس دي شغاله عندنا او بتقدم لنا خدمه. ربنا جعل الناس كلها فوق بعض، يعني لولا الناس كلها
كل واحد شغال في شغله وبيخدم التاني، العالم ده مش هيكتمل. عندنا بعضكم فوق بعض درجات، كلنا عشان نكمل بعض، كلنا منظومه، كلنا عباره عن ترس، الترس ده بيسلم للترس التاني، فلازم نكون كلنا في المجتمع ده بنكمل بعض. ما ينفعش حد يتنك على حد، ما ينفعش حد يعامل حد بطريقه وحشه. حاول تشير الفيديو لكل الناس، بحيث الناس اللي بتتعامل مع الناس تحاول تتعامل مع الناس دي باحترام، بتقدير، يعرفوا ان هو فعلا اداله خدمه، عشان خاطر يعني ايه المنظومه تكون منظومه كامله وكلنا نكمل بعض. بس انا حبيت اقول رايي في الموضوع واوصل صوت الراجل ده عشان يوصل لكل الناس. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله اي حاجه يبعتها لنا وقول لي رايك في الموضوع ده في رساله كده. وقبل ما نقفل الفيديو بنعمل ايه؟ بنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.